مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما استمرار هبوب رياح قوية، وهذا على كل المناطق الشمالية. بالنسبة للأمطار بحول الله ستكون ضعيفة وعلى فترات نحو المناطق الغربية، حتى بالنسبة للمناطق الداخلية والهضاب العليا تكون أحيانا على شكل زخات نحو السواحل الوسطى وحتى الشرقية. عودة الاستقرار تدريجيا خلال أواخر النهار نحو المناطق الغربية. الثلوج ستبقى تتساقط على القمم التي يفوق علوها 1400 متر نحو القمم الوسطى الشرقية والشرقية. حبات البرد بإمكانها تكون مرفوقة لتساقط الأمطار خلال أواخر الظهيرة بإذن الله. أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مشمسة على العموم، عدا بشمال الصحراء ومنطقة الواحات ستشهد سحب عابرة مع هبوب رياح قوية نسبيا تعمل على تطاير الرمال محليا. درجات الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم تبقى باردة بالبيض 8 درجات وهذا كأدنى مقياس، في حدود 13 بقسنطينة ما بين 16 إلى 18 درجة نحو السواحل، 16 كذلك بتيزي وزو وتلمسان. بالجنوب 19 منتظرة كأدنى مقياس بالبيض، تقارب ال 22 درجة بتوغورد بورقلة حتى بحاسم سعودي لغاية إن صالح بتمن راس، 23 درجة بأضرار وتندوف، وتقارب 27 درجة نحو أقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم الحرارة الدنيا ستقارب درجة 0 بالبيض، 4 درجات بباتنا وقلمة، 5 بعنبة، 8 بوهران، 10 درجات بالعاصمة وتيزي وزول، نفس المقياس جنوبا بغرداية، 5 درجات ببشار، 10 درجات كذلك بتندوف، لن تتعدى 5 درجات بالهوغار وتسيلي، وترتفع إلى 11 بورقلة كذلك ببرج برج المختار وإنجزام. للملاحة والصيد البحري، البحر سيبقى كثير الاضطراب هائج على كل سواحل، حتى الرياح ستكون قوية تصل 60 كم في الساعة، تأتينا من غربية إلى شمالية غربية أحيانا جنوبية غربية نحو سواحل الغربية. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 7 دقائق بعد 6 مساء، ودائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.